طار في اللي طار. أروني صدق حبك وأروني وفي الإخلاص صحبي ضمخوني وردوا لي ودادي واعتدادي بكم يا خير من نظرت عيوني. إذا ضاق الزمان علي يوما فأنتم فسحة القلب الحزون، وإن هجمت صروف الدهر طرا علي فأنتم منها حصوني. أروني صدق حبك وأروني وفي الإخلاص صحبي ضمخوني وردوا لي ودادي واعتدادي بكم يا خير من نظرت عيوني. عاطل زيادة، بعدين فترة من فترات بينسوا. شوفوا يا شباب، ماله ما يسلمش علينا؟ ايش كذا شايف نفسه؟ يعلم الله ايش اللي شغل باله، يا اخي احسن الظن. صراحة كلام عبد الرحمن صح، قد يكون في حاجة شغلنا، بس صدقوا يا شباب الموقف هذا اللي حصل الآن ذكرنا بقصة لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه. إبراهيم بن أدهم يوم من الأيام قالوا كان جالس مع أصحابه زي ما احنا جالسين الآن، فمر بهم رجل ولم يسلم، فقال الناس بعد ما شافوا يعني مثلنا كذا قالوا يا إبراهيم لقد أصاب الرجل كبر يمر فلا يسلم. فقال إبراهيم بن أدهم أحسنوا الظن بأخيكم. بعدين إبراهيم بن أدهم راح لعنده لأنه فيهم كأنه في حاجة شغلنه معه، راح لهناك فجاء وسأله قال له يعني لقد مررت من أمامنا ورأينا فيك الهم حتى أنك لم تسلم علينا، ما بك؟ قال والله يا إبراهيم إن زوجتي قد أصابها الطلق، يعني في وقت الولادة، وليس لدي ما يعينني على قضاء حاجتها. فعاد إبراهيم بن أدهم إلى أصحابه وقال لهم لقد أسأنا إلى الرجل مرتين، مرة حينما أسأنا الظن به، ومرة حينما أحوجناه إلى السؤال، يعني خليناه ويجي هو يطلب مننا، ما عرفناش ظروفه قبل أن يطلب. ثم أخذ قالوا بدينارين، بدينار طعام وشعير وأشياء، وذهب إلى المرأة جاب لها هذا الطعام وجاب لها دينار، فقالت اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم بن أدهم. سبحان الله، عرف من شكله وهيئته إنه في ذو هم. صحيح. وأزيدكم قصة أعمق في هذا الموضوع يا شباب، وهي قصة للحاكم أحمد بن طولون، وهو يتفقد الرعية ويزور الأئمة لمحاربهم ويسمع يعني خلفهم في الصلوات. أمر أحد عماله في يوم من الأيام أن يذهب إلى الإمام الفلاني في المسجد الفلاني ويعطيه مبلغا من المال. أخذ هذا العامل مبلغ من المال وراح جلس مع الإمام تكلم معه أكثر. اكتشف أن الإمام إنه يمر بضائقة مالية وبأزمة مالية. الشاهد أنه أعطاه هذه النقود، ثم رجع بعد ذلك إلى الحاكم أحمد بن طولون وأخبره أن النقود جاءت بوقتها، يعني الإمام كان بحاجة. ثم سأله بعد ذلك ولكن كيف عرفت أن الإمام كان بحاجة هذه النقود؟ قال الحاكم أحمد بن طولون ما كان يخطئ من قبل في القراءة، فلما أخطأ عرفت أن شيئا من الدنيا قد أهمه فأردت أن أكفيه. فالمطلوب منا اليوم أن يكون لدينا مثل هذه النباهة والفراسة التي بها نعرف المحتاج ونكفيه قبل أن يسأل. يا سبحان الله، فعلا تأتي لحظات على أشخاص شديدة لا يدري إلى أين يذهب أو إلى أين يلتجئ، خاصة إذا سدت في وجهه الأبواب. الآن عرفت جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة. ايش كان الجواب؟ عندما سألته عائشة رضي الله عنها عن أشد يوم مر به، كانت تعتقد أنه سيحدثها عن يوم أحد، حيث فقد عمه وثلة من أصحابه وشج رأسه وكسرت أسنانه، ولكنه حدثها عن يوم الطائف، يوم رجم بالحجارة فمشى هائما على وجهه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، لا يدري أين يسير،
ولم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب. هكذا الدنيا يا شباب، الدنيا قاسية مريرة متقلبة لا تلبث على حال، فالمطلوب منا أن نترفق ببعضنا البعض كما هو قاس الخذلان يا شباب. الخذلان يجرح الأنبياء فكيف بالناس؟ في الحقيقة يا شباب ربما مر بك مهموم وصاحب دين ولم يسلم عليك، هو بالأساس لم يراك لأن همه قد شغله، لذلك نترفق ببعضنا البعض، والأصل أن يعذر بعضنا بعضا. فأحيانا عندما تقصد إنسان في حاجة أو موضوع معين وتراه في غير عادته يتلقاك ببرود أو ربما مشغول البال، فلعل ما نزل به أشد مما نزل بك. أحيانا تشغلنا جراحاتنا عن مواساة الناس. كلامك يا مالك جاء على الجرح، وما أجمل أن نكون نبلاء لماحين، نعرف هموم الناس من ملامح وجوههم، ونعرف أحزان الناس من نبرات أصواتهم، حتى نكون جدرانا يستندون عليها عند أحزانهم وهمومهم حتى لا يسقطوا. بعض الناس يعز عليها من يقصد الناس في حوائجهم، لذلك يا شباب ما أجمل أن نكفي مؤنة السؤال بحسن العطاء. جميل، جزاكم الله خير يا شباب على هذا الكلام الرائع، ويا ريت نختم جلستنا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا.